السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، أول مرة باش نعمل فيديو باش نطلب فيه طلب إنساني. أول مرة في حياتي باش نعمل فيديو إنساني وفيديو طلب إنساني. عندي برشا معملتش فيديوهات، لكن المرة هذه قررت باش نعمل فيديو وهو طلب محبة وماهوش فيديو خاص. إذا هذا فيديو مخصص خصيصا لأصدقائنا وأحبائنا وأعزائنا في تونس العاصمة. الموضوع عندنا صديقة طالبة فلسطينية من غزة، عندها عام ولا عامين تقرأ في تونس العاصمة. صديقتنا مروة أحمد من غزة من فلسطين تقرأ في تونس العاصمة، وهي طالبة وكاتبة فرد وقت، كاتبة برشا كتب. باهي عندها مبادرة حلوة برشا، هي مش طالبة فلوس ولا طالبة إعانة، مش طالبة حتى شيء. هي عندها مبادرة، هي كتبت كتاب التعليم موجه للطلبة. قاعدة المرابيح أو كل مبيعات هذا الكتاب اللي كتبته مباشرة يذهب إلى الطلبة في غزة. والله حكيت لي حاجات توجع القلب. الطلبة في غزة قالت لي قاعدين يقراوا تحت الخيام. أنت قاعد تقرأ في التفاه وفي كلاس طباشير وسبورة و قاعد تقرا تحت في بيتك ودنيا سخونة وجوك أحلى جو، والطلبة في غزة يقراوا تحت الخيام في البرد تحت الخيام. وقالت لي راهو سعر الأقلام غادي، سعر الأقلام يتجاوز ال5 دينار بفلوسنا احنا. الطلبة غادي ما ينجموش يشريوا حتى أقلام وكراسات باش يقراو بها. تصور انت حلمهم البسيط باش يقراو وباش يوصلوا، وحلم البسيط كراسه وستيلو. تصور انت طالب حلمه البسيط كراسه وستيلو يقرا بهم. الطالبه مروه احمد كل مبيعات الكتاب نتاعها، مش المرابح، المبيعات تاع الكتاب نتاعها هذايا ذهب الى طلبة غزة وأهلنا وأحبائنا في غزة. هي باعت 200 نسخة ومازالوا لها شوية نسخ موجودين في دار المازري ودار العلوم. سامحني راني كاتبهم لهنا المعلومات في الكراسة. دار المازري ودار العلوم، نعم. النسخ تاع الكتاب نتاعها موجودين في دار المازري وفي دار العلوم. سعر النسخة 18 دينار. نعرف صحابنا في تونس العاصمة، عندنا برشا صحاب قلوب رحيمة، عندنا برشا صحاب يحبوا غزة ويحبوا القضية الفلسطينية. راه سامحني، إذا مش نرجع لموضوع الكورة وماتش تونس وفلسطين وسوريا وفلسطين، رانا ما ندخلوش السياسة في الكورة. يهديكم ربي، يهديكم ربي، يهديكم ربي. ما ندخلوش السياسة وحبنا لغزة في ماتش كرة قدم تعادلوا فيه فلسطين وسوريا، واحنا رانا ما ندخلوش حبنا للقضية الفلسطينية وحبنا لغزة في ماتش كورة. يهديكم ربي. معناها راهو اخواتك في غزة ميتين بالبرد وقاعدين يتعرضوا للقصف التو، وقاعدين يعيشوا تحت الخيام في دارك، وتلفزة قدامك وويفي وكونيكسيون وسخان وريشو ودنيا جوك احلى جو. غادي يقراو تحت الخيام ويسكنوا تحت الخيام ويشربوا في ملوديان وجواع في كروشهم. فارجوكم ما ننساوش دعمنا اخواننا حتى في غزة، حتى بالدعاء وحتى بالكلمة الباهية. ارجوكم خلينكم اسمعوا هي الطلبة متاع اختنا مروة احمد. الطلبة متاعها بصوتها هي، بعد نرجع نحكي. اللهم آمين يا رب. عندك مبادرة طيبة وطيبة جدا للطلاب في غزة، حكيت لي. صحيح، عندي كتاب تم إصداره في تونس. انت كتبتي عالم الكتاب؟ التربية. صحيح، كتبته في غزة وكتبت آخر فصل في تونس. لا، انت كتبت في غزة الكتاب الأول؟ الكتاب عبارة عن 10 فصول. كتبت في غزة رغم الظروف الصعبة اللي غادي في غزة. كتبت كتاب في غزة وتمكنتي من كتاب في غزة رغم الظروف الصعبة اللي عايشينها غادي. طبعا. ما شاء الله، والله يعطيك صح. يسعدك، شكرا لك. كتاب على شنو يحكي؟ شنو الكتاب اللي تحكي؟ يتكلم عن التربية والأساليب التربوية وللطلاب والخبرة والنظريات. ما شاء الله. في كيفية التعامل مع الطالب والتعامل مع المعلم والمجتمع المدني. ما شاء الله. شنو المبادرة نتاعك اللي عملتها تو مع الطلاب في غزة؟ شنو المبادرة اللي قاعدة تعمل فيها مدام مروة؟ تمام، أنا حاليا كتابي تم إصداره في تونس
جميع مداخيل هذا الكتاب لطلابي في غزة. ما شاء الله. حاليا أنا أدرس 15 طالب عن طريق زوم. طبعا هناك فريق آخر في غزة، معلمين مساعدين معنا، فريق مع بعض. أنا أقوم بتلخيص المناهج وهم في غزة بدرسوهم إلهم. تمام. هذا الكتاب جميع المداخيل لطلاب غزة، بمعنى أنه نشتري لهم قرطاسية، أقلام، دفاتر، لأنه صعب أنه الطالب أو عائلة الطالب يتكفلوا بالطلاب. يعني إحنا عندنا صار كمثال، إحنا في غزة القلم الستيلو في تونس دينار قبل الحرب. حاليا حقوا ب5 دينار. 5 دينار القلم في صحيح. يعني الطاق مش طاقين، طاق 10 صار الأسعار. لهذا السبب جميع مداخل هذا الكتاب بإذن الله تعالى للطلاب. تم بيعها الحمد لله 200 نسخة. تم تحويلهم لطلاب غزة وشراء قرطاسية ودفاتر لهم الحمد لله. وين منشور الكتاب؟ وين نجموا يلقاوه الكتاب؟ الكتاب في دار المازني ودار العلوم في تونس. صحيح في تونس. هل تشاركي في معارض في صفاقس والا في اي معارض في مكان اخر بخلاف تونس العاصمه؟ خاطر عندنا برشا توانسه يحبوا فلسطين ويحبوا غزه يسكنوا خارج تونس العاصمه. حقيقه انا طالبه ما طلعت برا العاصمه عشان اكون صريحه معك. فهمتك. ما عندكش معناتها مبادره تحب تخرج خارج تونس العاصمه لتنشر كتابك؟ خاطر تونس الشعب التونسي يحب شعب غزه كثير، ونتوقع كل الشعب التونسي خارج تونس العاصمه زاد ينجموا يقتنيوا بكثره الكتاب. ان شاء الله نأمل من الله ذلك، لكن انا اكون صريحه معك، انا يا دوب دراستي وشغل طلابي وفقط لا غير، يعني ما بطلع برا العاصمه. الله يوفقك. وشنو معاناه الطلاب؟ شنو اكثر حاجه يستحقوها الطلاب تو في غزه؟ انتم تو ما تقرا الاقسام ظهري مهدمه، وين يقراوا الطلاب؟ الاقسام مهدمه وكل البيوت مهدمه في الخيام. صحيح في الخيام، حاليا الطلاب في الخيام في شمال غزه في الشتاء وفي الخيام الطلاب يقراوا. طبعا. يا الله والله كلام موجع بالحق، وما يحس به كان اللي يعيش الوضع هذاك. صحيح كلام حضرتك. وبالرغم ذلك برشا معناتها طلاب علم خرجوا من غزه، وبرشا ناجحين خرجوا من غزه، وبرشا اطباء خرجوا من غزه، وبرشا اساتذه خرجوا من غزه. صراحه انا ما فهمتكاش. قلت لك من رحم المعاناه تولدوا الابطال في غزه. طبعا. رسالتك الى اهل غزه، شنو رساله انت كاستاذه وطالبه علم وصاحبه كتاب، شنو رسالتك للطلاب في غزه في هذه الظروف الصعبه؟ تمام، انا رسالتي للمعلمين والاكاديميين اللي في غزه وخارج غزه، الى من يحملون العلم في زمن تتكسر فيه الجدران، الى من يحملون العلم في زمن تتكسر به الجدران يكتبون المستقبل على ضوء من شمس. الى المعلمين في غزه، انتم السند للأطفال، أنتم السند والأمل. المعلم ليس موظفا بل مقاتلا بعلمه، والأكاديميا ليس باحثا فقط بل حارسا للوعي والكرامة. نرفع قبعة احتراما وتقديرا ونكتب لكم بكلمات من ذهب وكلمات من ألماس لمعلمين في غزة ومعلمين في الخارج، كلهم يعمل بشكل صحيح ويعمل بما يرضي الله. التاريخ سيسجل لكم كل ما قمتم به، فهنيئا فاستمروا ذلك. شكرا. بالحق هنيئا لكم وهنيئا لأبطالنا في غزة يدرسون تحت الخيام. نحكيو على جامعة وطلاب في جامعة يدرسون تحت الخيام وينجحون، فبالحق هنيئا لهم. هنيئا لهم. شكرا لك مروة أحمد. قلوبنا مع غزة، قلوبنا مع الشعب الفلسطيني. رسالتك إلى الشعب التونسي هنا، كيف لقيت المعاملة مع الشعب التونسي؟ صح، أحكي لك صراحة بصراحة. تمام. الحمد لله وبفضل من الله عز وجل، ليس تجميلا وليس مجاملة أبدا. بحمد ربي أن أنا متواجدة في تونس. لو كتبت لكم شعرا ما وفيتكم لكم حقكم، أنتم في الدم الفلسطيني ومحبتكم ثابتة لا تزول.
و... أنتم بلدنا الثاني. وفلسطين بلدنا الأول وقضيتنا الأولى وقضيتنا الموحدة، ونتمنى يا ربي في يوم من الأيام تتحرر فلسطين من الكيان المغتصب. بإذن الله تعالى، بإذن الله. شرفتني مدام مروة أحمد، تحياتنا لكل الطلاب في غزة من خلالك. شكرا لك على قبولك الدعوة، قلوبنا معكم وبارك الله فيك، وشكرا لك على مبادراتك الطيبة تجاه أهلك في غزة. كلمة الختام. كل احترام. شكرا لحضرتك وشكرا لاستضافتك وشكرا للشعب التونسي. شعب مهما حكينا كلمات لا نوفيكم حقكم، يكفي أنكم تونس، تونس الخضراء. شكرا لك مدام مروة أحمد من غزة الحبيبة، من غزة العشق، من غزة الأبية. مدام مروة أحمد شكرا لك. عفوا، كل احترام لحضرتك. شكرا. كما سمعتوا كما شفتوا الطلبة متاع أختنا مروة أحمد من غزة، فأخواني وأخواتي في تونس العاصمة تحديدا، أرجو منكم المبادرة بشراء هذا الكتاب في دار المزري ودار العلوم في تونس العاصمة. فأتمنى منكم الدعم باش نوصلوا دعمها لطلبتنا في غزة، والله لا يضيع أجر المحسنين. وحتى ما تقدرش باش تشري الكتاب هذايا ما يتسالش، عاونا بالجام البارتاج، وبالبارتاج سيرتو بارتاج، ما حاشيش بالجام، انا بارتاجي باش صوتنا يوصل. وبالك هي ولا بالك انت تساهم في سعادة اهل غزة وطلب العلم في اهل غزة. راه طلب العلم حاجة كبيرة ومقدسة عند الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.